النهاردة كان أول يوم في أجازة الصيف. ماما وكراميلا كانوا متفقين إنهم في الأجازة هيخرجوا ويتفسحوا ويعملوا أنشطة كتير قوي مسلية. وهما قاعدين مع بعض، ماما قالت لكراميلا: عارفة يا كراميلا إن في الأجازة دي هتحصل حاجة جميلة قوي انتي بتحبيها ومستنياها كمان؟ كراميلا قعدت تفكر وقالت لمامتها: أيوة يا ماما، أنا افتكرت، شهر رمضان هيبدأ الأسبوع الجاي. كراميلا كانت مبسوطة قوي ان رمضان اللي هي بتحبه قرب يجي، واتفقت مع مامتها انهم هيعلقوا الزينة في البيت عشان يخلوا البيت شكله حلو وجميل وفرحان. كراميلا علقت زينة رمضان اللي ماما جابتها لها، وكمان عملت بنفسها فوانيس وزينة بالكرتون فيها ألوان كتير قوي. الزينة كان شكلها جميل، وكراميلا كمان كانت مبسوطة. أول يوم رمضان ماما كانت مشغولة شوية وهي بتحضر البيت والأكل. كراميلا دخلت عليها وقالت لها: ممكن يا ماما أساعدك؟ ماما ضحكت وقالت لها: أنا مبسوطة قوي يا كوكي إنك بتساعديني، بس ما ينفعش تساعديني في المطبخ عشان ممكن قوي حاجة تعورك. لو عايزة تساعديني ممكن تحطي الكوبايات البلاستيك والعصير على ترابيزة السفرة. كراميلا سمعت كلام ماما وكانت مبسوطة قوي إنها ساعدتها. بعد ما كراميلا ساعدت مامتها، دخلت أوضتها وجابت كراسة الرسم وقعدت ترسم وتلون عشان تبقى مبسوطة، ما تبقاش قاعدة زهقانة. رسمت شمس وبحر ومركب كمان. كراميلا دي بنوتة فنانة ورسمها جميل. وهي قاعدة بترسم لقت باب أوضتها بيخبط. فتحت الباب لقت جدتها جت تزورها وتعمل لها مفاجأة. كراميلا كانت بتحب جدتها قوي قوي قوي، وكانت دايما بتهزر وتلعب وتضحك معاها. وهم قاعدين مع بعض، كراميلا حكت لجدتها ان هي اللي علقت الزينة لوحدها وانها بتحب رمضان قوي. جدتها قالت لها: وانا كمان يا كوكي بحب رمضان، عشان رمضان ده شهر جميل قوي وكل الناس لازم تبقى مبسوطة فيه. جدتها سكتت شوية وقالت لها: بس عارفة يا كوكي ان ما ينفعش نبقى مبسوطين وفرحانين وفي ناس تانية حوالينا مش مبسوطة ولا فرحانة؟ كراميلا استغربت وسألت جدتها وقالت لها: وليه يا تيتا في ناس مش مبسوطة ولا فرحانة؟ جدتها قالت لها: علشان يا كراميلا في ناس ما عندهاش هدوم جديدة ولعب كتيرة زينا. كراميلا قعدت تفكر وقالت لجدتها: وازاي يا تيتا نخلي كل الناس تبقى مبسوطة وفرحانة زينا؟ جدتها قالت لها: نخليهم فرحانين اننا نعمل لهم حاجة جميلة نساعدهم ونفرحهم بيها، زي مثلا ممكن نجيب لهم لعب حلوة او اكل جميل. وكمان عارفة، ممكن نديهم الهدوم بتاعتنا الجميلة اللي بقت صغيرة علينا، بس اهم حاجة تكون نظيفة وجميلة. كراميلا على طول دخلت اوضتها وفتحت دولابها وطلعت هدومها الجميلة اللي بقت صغيرة عليها ومش هتلبسها تاني، وجابت شنطة شكلها حلو ونظيف وحطت فيها الهدوم الجميلة عشان تديها للناس اللي ما عندهمش هدوم عشان يبقوا فرحانين ومبسوطين زيها. بعد ما كراميلا خلصت طلعت تقعد مع تيتا وجدو وحكت لهم انها مبسوطة قوي انها هتساعد الناس وتخليهم فرحانين كمان، ومحدش فيهم هيبقى زعلان ابدا. جدو وتيتا كانوا مبسوطين قوي من كراميلا وفخورين بيها، وقالوا لها: انتي جميلة يا كراميلا وكريمة كريمة وبتحبي تساعدي الناس كمان. جدو قال لكراميلا: كل سنة وانتي طيبة يا كراميلا. كراميلا قالت له: وانت طيب يا جدو.